نحن في أزمة كبرى، الأزمة الكبرى تهدد سوريا، تهدد الدولة السورية، وأنا الآن أطالب باستخدام القوة اليوم قبل الغد. لأنه أنا أتوقع الآن يا أستاذ نزار اليوم سيظهر في تصعيد لعمل الجماعات المسلحة في مدينة حمص وفي إدلب. أنا أتوقع ذلك. وأنا سمعت أنه بدأ بشكل فعلي يعني. نعم. وأنا أطالب القيادة السياسية في سوريا برد الصعصاعي. فأنا أدعو الجيش العربي السوري اليوم لتوجيه ضربة قاسمة في مدينة حمص وفي إدلب يا أخي. والعالم دائما مع القوي. تأكد تماما إذا الجيش العربي السوري بيفرض سيطرته الكاملة والكلية في مناطق حمص وإدلب، أنا بتأكد أنه هذه الدول العربية اللي هي أداة أمريكية ستتراجع عن موقفها. أنا أدعو الجيش الآن وأكرر إلى استخدام القوة يا أخي العنف. أنا بدي أحكي بالعنف يا أخي ضد هذه الجماعات المسلحة وإنهاء. أدعو إيران من على هذا المنبر اتخاذ موقف حاسم من النظام السعودي، وحتى إذا عندهم إمكانية يحركوا الشعب السعودي في القطيف وغير القطيف. أوف. أبدا أبدا. هيك كثير يا أخي لا، ليش لا؟ هيك لا أنا أؤكد لك أستاذ نزار نحن في معركة يا أخي. خلينا ندافع عن نفسنا.